وانا بخبط على الباب جه في دماغي كل السيناريوهات اللي انتوا ممكن تتخيلوها، الا ان يكون انا وجوزي متجوزين عن حب. كنا بنفهم بعض من نظرة العين، مش بنحتاج حتى ان احنا نتكلم، لدرجة ان اصحابنا كلهم كانوا بيحسدونا ازاي متفاهمين كده وازاي بنحب بعض قوي كده. هو كان شغال في شركة كويسة قوي وبيقبض قبض محترم قوي. جه بعد فترة قال لي ان انا مش مرتاح ومش مبسوط، انا عايز يبقى لي بيزنس بتاعي وحابب ان انا اسيب الشركة وابدأ مشروع بتاعنا للعمر كله. قلت له وانا معاك، مفيش مشكله خالص، خصوصا ان احنا كنا مجمعين مبلغ محترم، يعني فتحنا اول مشروع وحطينا فيه تقريبا نص الفلوس اللي كانت معانا. بس للاسف المشروع فشل غير طبيعي. ما يأسناش وقلنا معلش نفتح مشروع تاني ونفكر تاني وهكذا. فتحنا مشروع تاني وتالت ورابع وعاشر، وللأسف حوالي أكتر من 6 مشاريع كلهم فشلوا. في الوقت ده هو اتغير، ما بقاش بياخد رأيي خالص. كنت بقوله طب نقعد نتكلم نفكر نعمل دراسة جدوى بس للمشروع نشوف هينجح ولا لأ. مش معقول تفكر في المشروع الصبح تصحى الصبح تنفذه، مش معقول تفكر في المشروع بالليل تصحى الصبح تنفذه، ده برضو مش كلام ناس عاقلين. هو كان رافض تماما يسمع كلام اي حد غير نفسه هو وبس. المهم ان تقريبا الفلوس اللي معانا كلها خلصت، ما بقاش معانا اي فلوس حتى لمصاريفنا اليومية العادية. في الوقت ده كان لازم ان انا اتدخل، كان لازم ان انا انزل اشتغل عشان على الاقل اوفر مصاريف البيت، مصاريف بنتي. بالفعل دورت على شغل ونزلت اشتغلت، وهو كان قاعد محبط ويائس، ما عندوش اي امل في اي حاجه خالص. لحد ما لقيته في يوم جاي بيقول لي ان انا مش مبسوط في المحافظه اللي احنا فيها دي وعايزه امشي، عايزه اروح اشتغل في محافظه تانية في مكان تاني، يمكن الاقي حظي، يمكن اعرف انجح. الموضوع شوية كان غريب لأنه إحنا في محافظة كبيرة جدا وفرص الشغل فيها كتيرة قوي ومعارفنا وصحابنا وحاجات كتير. بس هو كان مصمم ان هو مش مبسوط، وان هو كل ما بيشوف اي حد او اي حاجة بتحسسه بفشل وبتفكره باللي هو مر بيه. في الاول كنت رافضة ومع الحاح وقلت خلاص، انا كل اللي يهمني في الفترة دي ان هو يرجع تاني عنده ثقة بنفسه. وفعلا سافر وراح اشتغل في محافظة تانية، وانا الحقيقه كنت شايله البيت كله، شايله البيت وشايله البنت. والله ما حسسته ولا مره ان هو مقصر في اي حاجه، بالعكس ده هو كمان لما كان بيحتاج فلوس كنت ممكن ابعت له. يمكن كل 3 4 شهور كان ممكن يبعت لنا 200 جنيه ولا حاجه، اللي هم حق درس مثلا، حصه لبنتي ولا حاجه. كان ممكن يجي لنا مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، مره كل شهر، يعني على حسب ظروف الشغل بتاعه. كل حاجه كانت تمام. وقعدنا على الحال ده تقريبا 5 سنين، لحد ما في يوم اتفاجئت بمكالمة من حماتي. لحد ما اتفاجئت بمكالمة من حماتي بتقولي فيها انه في ناس اتصلوا بيها بيقولوا لها ان جوزي واخد قرض وانه متعثر في السداد. قلت لها قرض ايه؟ احنا كنا واخدين قرض فعلا من سنتين، بس خلاص سدناه، ثم انا اللي كنت الضامنه بتاعته، فهم بيتصلوا بيك انت ليه؟ او جابوا رقمك اصلا منين؟ قلت لها طب معلش اديني رقمهم بس وانا هكلمهم افهم منهم كل حاجه. بالحقيقه ان هي ما توصتش، انا قبل ما اكلمهم كانت هي اديتهم رقمي عشان تخلي مسؤوليتها وما تتدخلش في الموضوع ده خالص. المهم ان انا كلمت الراجل اللي بيكلمني بخصوص القرض ده، قلت له قرض ايه؟ قال لي الشركه الفلانيه واخد قرض منها وبتاع. قلت له لا احنا كنا واخدين قرض بس مش منكم، من شركه تانية وانا اللي كنت الضامنه. قال لي لا يا فندم جوزك واخد مننا قرض. طب حضرتك واخد منكم قرض ازاي وهو مش موجود في المحافظه دي ومش شغال؟ يعني اكيد واخد من محافظه تانية. قال لي لا من المحافظه اللي انتوا فيها. قلت له طب معلش هو حاطط رقمي؟ قال لي لا، حاطط رقمه هو ووالدته بس. موضوع كان غريب جدا بالنسبه لي انه انا اللي ببقى الضامنه بتاعته، طب هو مش حاطط رقمي ليه؟ طب هو حتى لو خد قرض هياخده بضمان ايه؟ يعني مفيش حد جه عمل استعلام مثلا ولا اي حاجه عندنا في البيت. فكان الموضوع غريب. قلت له طب بعد اذنك بس استاذنك في حاجه، انا محتاجه كل البيانات، يعني العنوان اللي عليه القرض، ارقام التليفونات، الحاجات دي كلها. المهم اداني عنوان غريب شويه في نفس المحافظه بتاعتنا، بس مش عنوان بيتي، في منطقه تانية. خدت العنوان ونزلت ادور على المكان او العنوان اللي عليه القرض. انا كنت بلف في الشوارع تقريبا 5 ساعات لاني ما كنتش عارفه اوصل. اسم البرج اللي هم ادهوني او اسم العماره ده تقريبا في كل شارع في عماره بنفس الاسم، مش عارفه اوصل خالص. لحد ما جه في دماغي فكره ان انا اطلع صورته واسال، اقول يا جماعه حد يعرف الشخص ده او حاجه، لانه
كل اللي جه في دماغي وقتها انه هو منصوب عليه، في حد منتحل شخصيته، يعني في مصيبه كبيره. المهم دخلت على مطعم فول وطعميه، بقول له لو سمحت تعرف فلان ده، وبوري له صورته. راح قال لي اه، ده ابو فلان. قلت له ابو مين؟ قال لي ابو فلان. فلان فلان ولد؟ فقلت له لا لا، هو اكيد في لخبطه ولا حاجه، انت يعني عارفه؟ قال لي اه. قلت له اكيد مش ابو فلان ولا حاجه، ان هو عنده بنت واحده بس، ماشي ما علينا. هو انا عايزه اوصل له، هو ده ممكن الاقيه فين؟ فقال لي لا استني شويه، الحارس بتاع العماره هيجي دلوقتي ويوصلك ليهم، هو كان لسه حارس العماره من كام شهر ولسه سايب العماره قريب يعني. قلت له ماشي. فضلت قاعده ساعه اتنين تلاته، لحد ما وانا قاعده عدى واحد بتاع توك توك كده، مسه يعني على صاحب المحل، وقال له ازيك وبتاع. راح قال له تعالى تعالى، بقول لك ايه، الاستاذه بتسال على ابو فلان. فانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه، ازاي ابو فلان يعني؟ اصل احنا ما عندناش جواز تاني، فاكيد اكيد هو مستحيل يكون متجوز عليا او حاجه زي كده، فاكيد في لبس او في مشكله. المهم وريته صورته، قال لي ايوه ده ابو فلان برضه. قال لي برضه. قلت له ماشي يا سيدي، طب بعد اذنك انا عايزه اوصل له بس عشان واضح ان في مشكله كبيره. المهم راح قال لي لا معلش، انا دلوقتي دي الورديه بتاعتي، انا مش هقدر اسيب التوك توك، فمعلش استاذنك بكره ولا بتاع. قلت له مش محتاجه منك حاجه غير انك توصف لي بس العنوان. وصف لي العنوان، ورحت وقعدت اسال وادور لحد ما عرفت هو فين وساكن فين وفي الدور الكام. وطول ما انا طالعه وطول ما انا بخبط على السلم، في دماغي كل السيناريوهات اللي انتم ممكن تتخيلوها، ان هو حد منتحل شخصيته، ممكن يكون متورط في حاجة، في مصيبة، كل حاجة كل حاجة ممكن تتخيلوها. لحد ما وقفت قدام باب البيت وخبطت، واتفاجئت ان هو اللي فتح لي الباب. عارفين افلام السينما؟ وقفنا احنا الاتنين ما بنتكلمش، باصين لبعض وساكتين تماما، كأنه بيقول لي وانتي جيتي ازاي؟ عرفتي منين؟ انتي ايه اللي جابك هنا؟ اسئله كتير. وانا بقول له انت مين؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت مش المفروض مسافر؟ هو ايه اللي حصل؟ من غير ما نتكلم ولا نفتح بقنا زي افلام السينما بالظبط بالظبط. بعدين رجعت تاني كده بسرعه لعقلي وقلت لا، انا لازم افهم فيه ايه، وهو هنا بيعمل ايه، وايه البيت ده، وايه حكايه ابو فلان، ايه كل التفاصيل دي. بدات ازق الباب عشان ادخل اشوف فيه ايه جوه، بس هو كان اقوى مني، راح زقني جامد، رماني على السلم وقفل الباب. كل اللي كان طالع عليا وقتها ان انا اصرخ واقول له ليه ليه مين، ازاي، في ايه، انت مين، انت مين. كنتش عارفه اتكلم، ما كنتش عارفه اقول حاجه، ومش فاهمه اي حاجه، مش عارفه اي حاجه. رفعت سماعة التليفون على عيلته وقلت لهم تعالوا لي، انا حصل واحد اتنين تلاتة وابنكم طلع مش مسافر المهم جولي فعلا، اكتشفت ان هو متجوز بقاله 5 سنين ومخلف بنت وولد. اخر حاجة كنت ممكن اتخيلها ان هو يتجوز، لان احنا ما عندناش جواز تاني. طلع ان هو كان مزور بطاقة ومتجوز كأنه ما اتجوزش قبل كده. معرفش ليه ولا ازاي ولا فين ولا امتى. انا ما حاولتش افهم حاجه، كل اللي انا عملته ان انا مشيت وقررت ان انا علاقتي بالشخص ده تتقطع تماما. حاليا هو بيحاول يصالحني بكل الطرق، بيحاول ان احنا نرجع، خصوصا ان ابني كل شويه يسال عليه. والحقيقه عشان اخلص من الحكايه دي قلت له ابوك عمل واحد اتنين تلاته. من ساعتها وابني ما بقاش يسال عليه تاني. كل اللي حواليا بيقولوا لي ان انت لازم ترجعي، احنا ما عندناش طلاق، لازم تتعايشي، لازم تحلي الموضوع ودي. بس انا اسفه، انا مش قادره اعيش مع راجل مزور وكذاب وعمل فيا كده بعد ما اديته كل امان الدنيا.